كنت تعرف ان انت ممكن تدخل جامعة خاصة وتقعد تنجح في كل المواد وفي الاخر يمشوك من الجامعة دي حتى لو انت وصلت اولى وتانية، وممكن توصل لحد مرحلة التخرج وما يرضوش يخرجوك ويقولك يلا يا باشا مع السلامة؟ دي حقيقة فعلا ممكن تحصل في الجامعات الخاصة وبتحصل بنسبة كبيرة جدا. تعرف ان انت ممكن ياخدوا منك فلوس زيادة كل ترم حتى لو انت بتنجح برضه في كل المواد بتاعتك؟ دي برضه حاجة بتحصل في الجامعات الخاصة. انا النهاردة جاي اقول لك العيوب بتاعة الجامعات الخاصة اللي محدش هيقولك عليها. بص يا باشا، اول حاجه انا بكلمك في الفيديو ده مش عشان اخوفك من ان انت مثلا دخلت جامعه خاصه او كده، لا، انا بكلمك عشان اقول لك الحاجات اللي محدش قالها لي وانا وقعت فيها في اول سنه ومحدش قال لي عليها. فانا جاي اقول لك كنوع من النصيحه عشان ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها بالظبط. اول حاجه هنخش في عيوب الجامعه الخاصه اللي هي العيوب اللي انت ممكن تكون تعرفها، اللي هي زي ايه؟ اول حاجه، انت حرفيا هيكون عندك ضغط نفسي وجسدي وذهني بطريقه فظيعه. ليه؟ اول حاجه، انت لو شلت ماده او حصل اي حاجه تدفع فلوس مبلغ، وكمان لو انت دخلت كليه طبيه فانت بتدفع في السنه كتير. فانت في حاجه عندك اسمها سعر الساعه. شوف بقى، انت عندك مثلا ماده 3 ساعات، يبقى اضرب سعر الساعه دي في 3 ساعات. وهعمل لكم فيديو مخصوص عن الساعات المعتمده وايه هو النظام، وازاي ممكن النظام ده اصلا يشيلك وممكن ينجحك. يعني النظام ده حرفيا نظام واسع محدش بيتكلم عليه، انا مش عارف ليه. فانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو واتكلم عن نظام الساعات المعتمده ده بالتفصيل. يعني انا حرفيا اقسم بالله اقسم بالله مش ببالغ لو انا بقول ان انا تعبان نفسيا وجسديا وذهنيا اكتر من ثانويه عامه. يعني حرفيا اكتر فتره انا تعبان فيها في حياتي كلها في مسيرتي التعليميه هي الجامعه، من ساعه ما دخلت الجامعه. ويمكن عشان انا دخلت جامعه خاصه، لان انا اصحابي اللي مثلا في تجاره او في كليات حكوميه، حتى في كليات طبيه حكوميه، هيكونوا مستريحين عني لانهم عندهم شالوا ماده ايه يعني هيعيدوها، لكن انا عندي شلت ماده هدفع فلوسها وهتعك يحصل حوارات كتيرة جدا. فعشان كده الواحد دايما بيكون نفسيته تعبانه، خايف. ده طول ما انت داخل فاينل او داخل امتحانات بتكون خايف. حصل معاك اي موقف في العملي في اي حاجه بتوترك وبتخليك تتعب. فحرفيا دي عيب كبير جدا جدا انا كنت غافل عنه وقت ما انا كنت بقدم في الجامعه الخاصه. هتلاقي بقى صاحبك اللي في حكومه ده بينزل يلعب كل يوم، وهتلاقي صاحبك ده مش عارف بيروح يصيف فين وده بيعمل ايه، وانت قاعد مكانك ولا بتتحرك ولا بتروح، قاعد بس بتذاكر. ولكن يعني مش عايزك تزعل، انت كده كده عارف ان انت ان شاء الله هيكون مستقبلك حلو. عارف ان انت تتعب بدري ولكن ممكن تستريح بعدين. هو مفيش راحة ولكن ممكن تستريح بعدين، على عكس صاحبك اللي قاعد بيلعب، اللي قاعد ما بيروحش الجامعة، اللي قاعد ما بيعملش. ممكن يكون مستريح دلوقتي ولكن بعدين في حياته هيتعب. هي الموضوع موازنة، وكل حاجة متوازنة وكل حاجة متقسمة بالظبط، مفيش حد ياخد حق حد. ايه بقى مشكلة ان انت ممكن تدفع فلوس زيادة عن الفلوس بتاعة السنة كل ترم زيادة، وممكن توصل ان هي ممكن توصل لنص المبلغ اللي انت بتدفعه حتى لو انت بتنجح في كل المواد. حتى لو انت بتنجح في كل المواد حتى لو انت بتنجح في كل المواد ممكن الجامعة تخليك تدفع فلوس زيادة. وانا هقول لك دلوقتي ايه هي الفلوس الزيادة دي. بص يا باشا، اول حاجة، زمان اللي هو مثلا من 5 6 7 سنين، انا والله مش عارف، كان نظام التعليم في مصر اللي هو نظام امتياز جيد جدا الحاجات دي. وكان بالمواد، يعني بمعنى انت جاي لك مواد كل سنه او كل ترم، المواد دي انت لازم تخلصها. لازم تخلص المواد دي كل ترم، هي مواد ثابته انت لازم تخلصها. طيب، كنت زمان لو شلت 3 مواد كنت بتعيد السنه كلها. يعني انت ناجح في كله شايل 3 مواد بتعيد السنه كلها. دلوقتي حرفيا مفيش الكلام ده، انت ممكن تشيل كل المواد وما تعيدش السنه، ممكن تشيل كل المواد وتنجح بماده عادي وتخش على الحاجه اللي بعدها. آه فانا دلوقتي بقى هقول لك المشكله دي بقى ميزه الساعات المعتمده. انت ممكن تخلص بدري، ممكن تقعد تنزل اوفرلود وتخلص بدري. وفيها عيب بقى كبير، ده اللي حرفيا كل الناس بتقع فيه وبالذات في اولى جامعه. المشكله دي حرفيا انا بنفسي وقعت فيها، وقعت في موضوع ان الجي بي اي ده هو زي التقدير العام بتاعك. انت التقدير العام بتاعك كام؟ فانت لو الجي بي اي بتاعك اقل من 2، يعني انت ممكن تكون ناجح في كل المواد والجي بي اي بتاعك برضو اقل من 2، هتسجل ساعات اقل. يعني ايه؟ انت مثلا فوت في الترم مثلا بتسجل 16 ساعه، تمام؟ بتسجل 16 ساعه. بصوا يا جماعه، انا بعمل لكم الفيديو ده بعد ما خلصت تصوير الفيديو عشان في حاجه عايز افهمها لكم، عشان ممكن ما تكونوش فاهمينها لحد بس لما اعمل فيديو الساعات المعتمده. بصوا يا جماعه، انا لما قلت هتسجل 16 ساعه، المقصود ب 16 ساعه الساعات دي مش معنى ساعه انك هتروح تحضر 16 ساعه في الترم بالساعات الفعليه، لا، الساعه دي بتترجم لمواد. يعني انت عندك مواد ساعه، عندك مواد 3 ساعات. انت مثلا عندك مثلا 5 ساعات، انت مثلا مسجل 5 ساعات، هتسجل
شوف بقى في مواد بتبقى معاك من ساعه لحد 4 ساعات، في ماده بساعه، ماده بساعتين، ماده ب3 ساعات. ده مش معناه ان انت هتروح تحضر الماده دي ساعتين وانت كده خلصت، مفيش الكلام ده. ماده انت مثلا عندك 5 ساعات، هتسجل مثلا ماده بساعتين وماده ب3 ساعات، فاهمين؟ ممكن تسجل مثلا 5 مواد كل ماده بساعه، على حسب بقى الماده. الساعات دي برضو، المواد دي بقى بتتقسم لدرجات. الساعة مثلا عندك 50 درجة، فانت لما تسجل مادة ساعتين يبقى انت المادة دي عندك من كام؟ من 100 درجة. وخلي بالكوا النجاح في المواد، النجاح في الجامعات الخاصة او الجامعات عامة، انا مش عارف، من 60% مش 50%. يعني مثلا لو المادة من 100 درجة، انت لو جبت 50 درجة او 55 درجة انت كده شايلها. لازم تجيب 60 درجة. الترم الاول سجلت 16 ساعه ولكن جبت تقديرات ضعيفه كلها، فالجي بي اي بتاع الترم ده قل عن 2. ده انا بقول لو انت في اول ترم، فكده مجموع الجي بي اي بقى اقل من 2. فايه اللي هيحصل؟ هيقول لك لا، دفعتك هتسجل، دفعتك اللي ماشيين طبيعي اللي جايبين تقديرات حلوه هيسجلوا ال 19 ساعه الطبيعيه بتاعتهم، وانت مثلا هتسجل 12 ساعه. طب وفرق الساعات دي اللي انا متاخرهم عن دفعتهم، اللي انت مثلا بتسجل الماده مثلا 3 ساعات، انا هبقى عامل لكم فيديو مخصوص للموضوع ده، ولكن انا بفهمك يعني. طب وفرق الساعات دي ايه اللي هيحصل؟ فرق الساعات دي انت كده هتخصم مثلا مادتين. طب المادتين دول انا هعمل فيهم ايه؟ هتروح تمتحنهم في السمر، هتروح تاخدهم في السمر وتكملهم في السمر. طيب دلوقتي انا اخدتهم في السمر، هدفع فلوسهم؟ اه هتدفع فلوسهم. طب ما انا دافع فلوسهم، يعني اصحابي ياخدوا المادتين دول ببلاش وانا ادفع فلوسهم؟ اه هتدفع فلوسهم. شوف بقى انت الماده عندك ب 7000 ب 8000 على حسب بقى بكام، ولكن اللي انت هتدفع فلوسهم. طب ما انا دافع تمن السنه كامله، ما لهمش دعوه. طالما انت الجي بي اقل من 2 هتسجل ساعات اقل، وفرق الساعات دي هتتشال بمعنى انت تاخدها في السمر. طيب وبعدين بقى انا لما اخدها في السمر هروح ادفع فلوسهم تاني؟ اه هتدفع فلوسهم تاني. شوف بقى انت الماده عندك بكام، وشوف بقى انت هتدفع كام في المواد اللي حصل فيها فرق ساعات دي. انا حرفيا حصل معايا الموقف ده، وحصل لي موضوع فرق الساعات ده، بس انا ما كنتش فاهم اصلا ايه موضوع فرق الساعات ده، ما كانش حد مكلمني عليه خالص. الجي بي اي بتاعي كان اقل من 2 وانا مش فاهم اصلا ايه هو الجي بي اي ده. يعني ماشي الجي بي اقل من 2، يعني ايه بقى الجي بي اي؟ ففهمت بعد كده ان موضوع الجي بي اي ده لو اقل من كذا، وحرفيا دفعت فلوس كتير جدا زياده. وطول ما انت ما بتعرفش تعلي الجي بي اي عن 2، لان انت كل ما بتكبر، كل مثلا انت في اولى دلوقتي وصلت تانية، الموضوع انك علي جي بي اي عن 2 هيبقى اصعب. وصلت تالتة لدرجة ان انت ممكن في جامعات لو انت 4 سمستر، يعني اربع ترم، يعني مثلا لو انت في اولى لحد تانية، لو انت الجي بي اي بتاعك في الاربعة معلاش عن الاتنين بتاخد فصل. باخد فصل ازاي؟ بتاخد فصل، يعني انت ولا كانك جيت الجامعه اصلا. طب والفلوس اللي انا دفعتها كل سنه طيب راحت عليك، انت اللي ما ذاكرتش، انت اللي ما جبتش تقديرات عاليه، فعشان كده انت هتاخد فصل من الجامعه. وفي جامعات ما بتديش فصل من الجامعه، ولكن دي برضو جامعات قليله. ولكن هتيجي تتخرج وانت الجي بي بتاعك اقل من 2، يقول لك لا يا باشا الجي بي بتاعك اقل من 2. طب ايه الحل؟ الحل ان انت تنزل تحسين، تاخد المواد بتاعت الجامعه اللي انت خلصتها اصلا، تاخدها تاني وتعيدها عشان تحسن. والموضوع انك تعليق على 2 بيكون صعب جدا، فدي عيب. يعني تخيل بقى انت مثلا خلصت كل موادك، وصلت سنه 6 على حسب ما انت دخلت كليه ايه، وجيت تتخرج يقول لك لا انت جي بي اقل من 2، تقعد تحسن تحسن تحسن، وممكن لو ما قدرتش تحسنه خلاص مش هيدوك شهاده التخرج. يقول لك يا باشا احنا مالناش دعوه، انت ما عرفتش تعلي على 2 يبقى احنا مالناش دعوه، دي مشكلتك بقى وانت حلها مع نفسك. عشان كده يا جدعان لازم تهتموا بالجي بي اي في اول ترم. الجي بي اي تقدر تعليه، والجي بي اي بيقل بسرعه. يعني المفروض بص، انت كل ما بتكبر كل ما موضوع الجي بي اي بيصعب، اذا كان بقى المحتوى التعليمي كل حاجه. فانت اهتم بالسمستر الاول او الترم الاول او سنه اولى عامه، حتى لو انت حصل لك دروب اول ترم حاول لا ظبط تاني ترم، عشان لما تطلع تانية يكون الجي بي اي بتاعك مظبوط وتقدر تمشي مع دفعتك. خلي بالكوا انا في ناس صحابي كان الجي بي اي بتاعها اول ترم عالي جدا، 3.5 مثلا، تاني ترم حصل لهم دروب الجي بي اي بتاعهم بقى اقل من 2. فانت موضوع الجي بي اي ده حرفيا ما تقدرش تتحكم فيه غير انك تذاكر. عشان كده بقول لك الموضوع بيكون ضغط نفسي ابن لذينه. فالجي بي اي ده حرفيا ده اكبر مشكله في الجامعات الخاصه، هو موجود في كل الجامعات ولكن انت بتتاثر بيه في الجامعات الخاصه اكتر. فحرفيا ده اكبر مشكله، واللي انا مش عارف ليه مفيش ناس كتير بتتكلم عن موضوع الجي بي اي ده. انا ما كنتش اعرف، او انا واحد ما كنتش اعرف، وعملت الفيديو ده عشان افيد بيه غيري. انا ما كنتش اعرف وقدمت في الجامعه الخاصه والجي بي اي بتاعي كان اقل من 2 في اول سمستر، ودفعت فرق ساعات ودفعت فلوس كتير زياده عشان اقدر اعوض فرق الساعات ده، لان انا في كليه صيدله والساعه عندي تقريبا غاليه. فتخيل بقى ان انت مثلا نازل مثلا 3 4 ساعات فرق، فهتدفعهم كل ساعه مثلا 3000 جنيه. فالموضوع مكلف، وبقى بتحس انت ضاغط على اهلك ان انت ده اهلك بيدفعوا زياده، يعني هم كتر خيرهم ان هم مدخلينك اصلا جامعه خاصه وكمان هيدفعوا زياده. فانت بتبقى حرفيا مخنوق، وبيجي لك كده مرحله بتبقى هين عليك تمشي من كل حاجه.
بس استنوا مني بقى فيديو قوي جدا عن الجي بي اي كله بالتفصيل، وايه هي الساعات المعتمده وكل حاجه. يعني حرفيا ان الموضوع الجي بي اي ده اهم حاجه لازم تعرفها قبل ما تخش السنه، لازم تكون عارف كل حاجه عنه. فاستنوا فيديو الجي بي اي ان شاء الله قريب.